يا كابتن حسام حسن، يا كابتن حسام، يعني انت سايب لعيبه نص الملعب دي كلها الكابتن حلمي طولان يبدع بيهم في مباريات وديه، وانت بتلعب بزيزو وتريزيجيه في نص الملعب؟ طب دي لعيبه بتلعب على الاطراف، وانت اصلا امبارح كنت بتلعبها على الاطراف. سايب كل لعيبه نص الملعب المميزين دول لكابتن حلمي طولان، والراجل يلعب بيهم ويعمل مباراه كويسه زي دي ونتفرج على كره محترمه، وانت في ماتشات مهمه، في ماتشات رسميه بتلعب بزيزو وتريزيجيه في نص الملعب. طب ما تلعب بزيزو وباك يمين وتحل مشكله محمد هاني دي وتريحنا من محمد هاني شويه. يعني نحل كده، نعمل حاجه جديده كده ونلعب بزيزو باك يمين. ده هو حتى راجل قدراته كرات عرضيه، على الاقل هيبقى عندنا حد بيلعب كرات عرضيه بدل ما احنا ما عندناش كده ولا يمين ولا شمال. ما احنا لازم نحل مشكله الباكين دول، احنا مش هنفضل طول عمرنا من غير ولا باك يمين ولا باك شمال. لو المشكله دي ما اتحلتش احنا كده يبقى ما فيش جديد في الكوره. انت برضو جيت بنفس الباك محمد هاني ومحمد حمدي، عملنا ايه؟ ما انت حل لنا الموضوع ده، عشان والله احنا خلاص تعبنا. وموضوع نص الملعب ده شوف حل فيه، مش هينفع تسيب اللعيبه كلها كده الكابتن حلمي طولان يلعب بيهم هو، وانت داخل على كاس عالم وداخل على كاس افريقيا، ويعني مشوارك كان سهل وتاهلت بالساهل. يعني حاول تحل المشكله دي. وبعدين الكباتن في الاستوديو التحليلي، يعني يا كابتن ابراهيم عبد الجواد، انت سبت كل حاجه ومركز في ان كابتن ابراهيم حسن خبط على كابتن محمد هاني على كتفه وهو نازل وبيقول له ايه، ومحمد فضل يرد يقول له ايه؟ اصل باحساس الجبهه اليمنى، بما انه من افضل من انجبت الكره المصريه في الجبهه اليمنى، فبيكلموا عن مفاتيح لعب منتخب مصر النهارده. طب محمد هاني ما لعبش عرضيه واحده امبارح، عرضيه واحده ما اتلعبتش. يعني احنا ما شفناش اي حاجه لمحمد هاني. وبعدين الكابتن ايمن يونس يقول لك اصل الكابتن حسام حسن ماشي على خطى الكابتن محمود الجوهري، ماشي على نفس المنوال. الكابتن حسام حسن يعني ماشي على خطاه في ايه؟ ده ولا بيشرب سجاير، ولا عنده جاكيت جلد طبيعي بني، ولا حتى مرجع شعره لورا. هيمشي على خطاه في ايه يعني؟ مثلا ما احنا ايه اللي الكابتن حسام حسن ماشي عليه بيكمل ما بناه الكابتن محمود الجوهري زي ما الناس كلها بتقول. يعني انا عايز اعرف الاعلام موصل لنا ده، احنا يعني عايزين نفهم هو ماشي على خطاه في ايه بس.